الكون مليان أسرار. وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وأنا أمال أحمد وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المريخ في الأبراج الهوائية، وقبلها اتكلمنا عنه لما يكون في الأبراج النارية والترابية. النهاردة هنتكلم عنه لما يكون في الأبراج المائية. المريخ في الأبراج المائية عامل زي المحيط لما يغلي، لأن المريخ هو كوكب الأكشن والمواجهة، والمية هي كوكب المشاعر والغموض وعدم المواجهة. لما المريخ بيكون في برج مائي السلاح بيتحول لموجة. هتلاقي الشخص اللي عنده المريخ في الأبراج الهوائية ما بيضربش مباشرة أبدا، لكن بيعرف يغرق اللي قدامه في هدوء وصمت غريب. نبدأ بأول برج من الأبراج المائية، السرطان. لما المريخ بيكون عند حد في برج السرطان، الشخص ده مش بيهاجم ولا بيكون مباشر أبدا، إلا لو جيت جنب عيلته أو بيته. شخص دفاعي من الدرجة الأولى ومش هجومي خالص. لو حصلت خناقة بينك وبينه بيزعل وينسحب في هدوء ويحسسك بالذنب وإن أنت اللي غلطان الوحيد. قماص من الآخر. قوته الحقيقية بتظهر في حماية بيته وولاده. ممكن يهد الدنيا حرفيا ويقلب وحش الكون بمجرد ما يلمح الخطر على أسرته وبيته. نخش بقى على المريخ في العقرب. يعني نرفع شعار الانتقام بدم بارد. الشخص ده بيكون عنده طاقة فظيعة ونفس طويل جدا في أخذ الحق، والانتقام لدغته والقبر، وبصراحة محدش يقدر ينجى منها. بيفضل يراقب ويحلل زي الرادار لحد ما يعرف نقطة ضعفك ويضرب ضربته اللي ما فيهاش قومة تاني. عنده إرادة فولاذية، طالما قرر ينجح لو الدنيا حواليه اتشقلبت مستحيل ترجعه عن قراره أو تخليه يفشل في حياته. نروح للمريخ لما يكون في الحوت. تحسه شخص تايه لكن عميق جدا، وبيعمل اللي هو عايزه. بيتسرسب واحدة واحدة من غير ما حد يحس بيه أبدا، ولا يعرف إنه بدأ في الانتقام. عامل زي المنوم المغناطيسي، دايما بيستخدم العاطفة والدموع عشان يوصل للي هو عاوزه. من الآخر يعني بيتمسكن لحد ما يتمكن، وبعيد عن الخصومة والمشاعر السلبية. هو من ناحية الإبداع مبدع فظيع، ومفيش حد زيه في الإبداع. عنده طاقة متفجرة للفن، وأغلب الفنانين المبدعين جدا عندهم المريخ في الحوت. باختصاره من الآخر كده، المريخ المائي هو ملك الحاسة السادسة. لما يقولك في حاجة غلط ما تقاوحش معاه وصدقه من غير مناقشة. كده احنا خلصنا حلقة النهاردة، والمرة الجاية هنتكلم عن كوكب تاني خالص. كوكب الحظ والفرفشة وكل حاجة حلوة في حياتنا. استنونا الحلقة الجاية، هتوحشونا.